صباح الفل، يا صباح الهنا، او يا مساء الفل على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. وصفه النهارده بصوا، حرفيا والله حرفيا كده بالحلفان ما حد على اليوتيوب بيعملها بالطريقه دي الا احنا وامي، الله يديها الصحه يا رب. ليه بقى؟ انا دورت في كل وصفات اليوتيوب، في كل وصفات اليوتيوب على اني الاقي طريقه زي بتاعتنا بقى واشوف واتاكد منها. لقيت كل الناس واكبر الشيفات عاملينها بطريقه ثانيه خالص. انا طلعت لقيت امي بتعملها بنفس الطريقه اللي انا هعملها معاكم دي دلوقتي. الناس كلها بتعملها بميه ودقيق وملح، وبتبقى حلوه طبعا، والف هنا وشفا على قلوبهم كلهم. بس معرفش، انا طلعت لقيت امي بتعملها بالطريقه دي. بس انا بقى وجهه نظري ان امي هي الصح. ليه بقى؟ لانه اسمه فطير مقلي. انا مش هاكل فطير مقلي وهو بميه بملح وشويه دقيق وفي الزيت، لا مش اسمه فطير. كده كده بنوفر في الامكانيات. الفطير المشلتت بياخد طبعا كميه سمنه مهوله. لا الفطير المقلي ده بقى احط له سمنه بس بالمعقول. احط له بيضه او اتنين على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، وشويه لبن او شويه ميه، بس اساسي فيه شويه سمنه، وبيضتين او ثلاثه او على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. كيلو دقيق عليه بيضتين او 3 بيضات، نص كيلو دقيق عليه بيضايه واحده، وشويه سمنه وشويه لبن، ولو عندك شويه قشطه فلاحي كده يبقى احسن واحسن. مش هطول عليكم كتير، طبعا انتوا شايفين اهو. هتاكلي فطير هيبقى طعمه فطير، مش شويه عيش وميه ونقليهم في الزيت. هيبقى ايه بقى؟ هيبقى عيش في الزيت، انما ده اسمه فطير مقلي في الزيت. شايفين؟ حلو جدا ومقرمش جدا جدا، وطعمه بقى حكايه، والله طعمه حكايه ما شاء الله. جربوا الطريقه بتاعتي ديت، هتحبوه جدا جدا، وكمان موفره ومش مكلفه قوي زي ما انتم فاكرين، وهتحبوها. وجربوه بالطريقه ديت، ونشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه. شوفوا الطريقه. نيجي بقى لمكوناتنا البسيطة هنا. خلاص قبل ما ابدأ في اي عجين بنخل الدقيق الاول. هنا انا خلت عندي كيلو من الدقيق، كان عندي نص ونص نخلته الاول. نخلت الدقيق وهفضيه في بوله تانية بقى عشان اكون عندي اعمل عندي الخليط الاول السائل. انا عندي في عجينه الفطير المقلي بحط الاول السوائل كده مع بعضها واربها، وبعد كده بنزل بالدقيق عليهم. حطيت 2 بيضه على الكيلو الدقيق، حطيت 2 بيضه، ممكن تحطي 3 بيضات، ممكن تحطي بيضه واحده بس بيخليه حلو. وحطيت كوبايه ونص من اللبن، وحطيت نص كوبايه سمنه، يبقى بيضتين، كوبايه ونص من اللبن او كوبايه وربع يعني. انزلي انا بحب العجينه بتاعتي ايه، ملزقه شويه يعني، مش يابسه قوي، ما تخلوهاش يابسه. ونزلت بالكيلو الدقيق عليه نص معلقه من البيكنج باودر، وحطيت معلقتين سكر، ونسيت احط ذره الملح اللي لازم احطها، بس نسيت. حطيت بقى كل حاجه كده على بعضها، ونزلت على عجينه اعجن فيها. طبعا ما امتلكتش ان انا اعجن فيها قوي على الترابيزه، فخدت العجينه وكده قعدت اعجن فيها تحت لحد ما طلعت بالشكل اللي قدامكم ده، ناعمه وجميله جدا وطريه مش يابسه. انا بحب عجينه الفطير المقلي مش يابسه. سبتها ترتاح حوالي كده 10 دقايق او ربع ساعه، وهقطع فيها كور زي ما تحبوها بقى، كور كبيره كور صغيره، بس عشان الطاسه اللي هقلي فيها فعملتها كده كور وسط. تقريبا كانت كل واحده قد بعضها كده بالنظر، فهعمليها قد بعضها. خلاص واحنا بنلف كده العجينه معاكم هقول المكونات تاني. للكيلو الدقيق حطيت بيضتين، عليهم كيسين فانيليا، عليهم كوبايه ونص من اللبن، كوبايه يعني صغيرين، كوبايه ونص من اللبن، عليهم نص كوبايه من السمنه الروابط اللي انا وريتها لكم ديت. انا بستخدمها في المعجنات وفي الحلويات بس، معجنات وحلويات، مش بتستخدم في الطبيخ خالص. انا عن نفسي ما بستخدمهاش في الطبيخ، لان بيبقى ليها ريحه تانية في الطبيخ عن ريحه المعجنات. في المعجنات وفي الحلويات بتبقى ليها ريحه حلوه جدا، وبتخلي الحاجات ريحتها حلوه. في الطبيخ بصراحه لا. خلاص 2 بيضه، كيسين فانيليا، كوبايه ونص لبن، نص كوبايه من السمنه، ورشه نص معلقه بيكنج باودر على الدقيق، وذره من الملح او ربع معلقه من الملح صغيره قوي كده، بس انا نسيت احطها بصراحه. هنا بقى بعد ما سبته برضو يرتاح تقريبا 10 دقايق بقيت افرد فيها كده. لو عندك نشابه وعايزه تفردي بيها افردي.
حطيته على زيت وسط، يعني على درجة حرارة مش عالية قوي، خليت العين وسط، مش عالية قوي ومش واطية قوي سهرية. واول ما يبتدي ياخد لون معاكي كده بتطلعيه وتفرشيه على جنب، ما تحطوهوش على بعضه. وفي الاخر لما يبرد او لما يبرد تحطيه بقى عادي على بعضه. عايزه اقول لكم ان طعم الفطير المقلي ده وهو بارد طعمه بيبقى حلو قوي قوي يا جماعه. ما تاكلوش الفطير المقلي وهو سخن، طعمه هو بارد حلو قوي قوي قوي. حاولي بقى الفقاقيع اللي هي بتطلع معاكي ديت تنزليها بالمعلقه او بالمقصوصه باي حاجه معاكي، تنزليها عشان ما تسمرش معاكي. ساعات كنت بسهى عن واحده ولا اتنين كده فخدوا لون معايا البقع اللي هي فيها دي. انتي تحاولي تنزلي الفقاقيع اللي هي بتطلع دي. اول ما ياخد لون ذهبي كده معاكي طلعيه على طول وفرشيه جنبك كده لحد ما يبرد، وبعد كده حطيه على بعضه عادي. ممكن تاكلوه بعسل، ممكن تاكلوه لوحده كده، انا حاطه فيه معلقتين سكر عشان احنا بنحبه مسكر. ممكن تاكليه لوحده بجبنه حادقه لوحده كده، يعني بيتاكل بكل حاجه زي الفطير المشلتت بالظبط. بس ده طبعا بيبقى اوفر شويه وسريع بقى، ما بياخدش معاكي وقت خالص. ولادي بيحبوه جدا، ممكن تحشيه له باي حاجه، ممكن ياكلوه كده لوحده زي ما تحبي تعمليه بتعمليه. طبعا لما تيجي تفردي العجين معاكي لما بيقعد شويه بتلاقي الكوره اتفردت معاكي سهله جدا عشان هي قعدت وارتاحت. ما تسليش عنه خالص عشان ممكن ياخد لون بسرعه ويتلسع منك او يتحرق منك، فحاولي تقلبي فيه كل شويه هنا وهنا عشان ياخد اللون اللي انت تحبيه. طبعا العجينه معايا يعني ما شاء الله متكلفه وغنيه جدا جدا بالسمنه وبالبيض وباللبن، فممكن تتقطع معاكي وانت بتشيليها كده كانك ماسكه فطير مشلتت، يعني بتتقطع معاكي. طبعا مع احترامي لكل الناس اللي عملته،